بسم الله الرحمن الرحيم. قال عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الله سبحانه بين لنا حقيقة الدنيا والآخرة، وتصويرهما لنا أدق التصوير من أجل أخذ العبرة، ويدعو لنا إلى المسابقة إلى مغفرته وجنته، ويحذرنا من البخل والكسل وعدم الاغترار بحياة الدنيا، بل نجعلها مزرعة للآخرة. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا، هنا قاعدة الحياة الدنيا أي la définition de la vie. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.